أصدرت المحكمة الفرنسية في قضية الاغتصاب المتهم بها سعد المجرد، وأدانته بالسجن 6 سنوات مع عام واحد نافذ وغرامة 375 ألف يورو، مع منعه من دخول فرنسا لمدة 5 سنوات. وحسب الصحفي المغربي محمد واموسي، فإن المحكمة الفرنسية في إدانتها للفنان المغربي سعد المجرد لم تستند بتهمة الاغتصاب على أي دليل مادي. وأردف قائلا أن المحكمة أقرت في تفسيرها للحكم بعدم وجود أي تطابق في فحص الحمض النووي للمتهم، وذلك الموجود على ملابس الضحية، لكنها استندت في حكمها على 4 أشياء أساسية. أولا، أن المتهم لديه سوابق في نفس الموضوع. ثانيا، إقراره بممارسة العنف عليها وطلبه الصفح منها. ثالثا، أنه كان تحت تأثير مخدر الكوكايين. ورابعا، ثبات الضحية في أقوالها مقابل ارتباك المتهم حسب ادعاء المحكمة. وهنا يبرز تناقض صارخ، فمع إقرار المحكمة بعدم تطابق فحص الحمض النووي للمتهم مع ذلك الموجود على ملابس الضحية المزعومة، يظهر كذبها الفاضح وتناقض أقوالها ورميها بالتهم الباطلة. فكيف للمحكمة أن تترك ما هو قاطع وتتبع الشبهات؟ هل للأزمة السياسية الحالية بين فرنسا والمغرب بسبب رفض المغرب أي تقارب حتى تخرج فرنسا من المنطقة الرمادية في قضية الصحراء المغربية؟ هل لهذه الأزمة ما أفضى إلى أن ترخي بظلالها لتسييس الحكم؟ على العموم، فإن لسعد المجرد 10 أيام في اتخاذ القرار لاستئناف الحكم. نسأل الله الفرج والإنصاف للفنان المغربي سعد المجرد.